الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، بارك الله جمعكم وبارك إيمانكم. اليوم أول موعظة في هذا الشهر الكريم بعد غياب قصير، وارتأيت أن أطلع عليكم بهذه الموعظة القيمة إن شاء الله، والتي نتمنى أن تكون بمناسبة هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالله سبحانه وتعالى بهذه المناسبة نتمنى أن يتقبل منا الصيام والقيام، ويتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا. ونتمنى كذلك أن يكون هذا الشهر الكريم بداية لإصلاح علاقة مع البارئ عز وجل. علاقتنا مع البارئ عز وجل يجب أن نحرص على أن يكون هذا الصيام وهذا القيام نبراسا لنا وطريقا لنا من أجل بدء صفحة جديدة تكون متنورة بنور الله سبحانه وتعالى، وبأن نلتقط الإشارة الإلهية التي أرسلها الله سبحانه وتعالى عبر غضبه وحزنه على ما آلت إليه الأوضاع في أمتنا وفي بلداننا بل في أنفسنا. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. يعني فريضة الصيام فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى على كل بالغ بلغ سن الرشد، بل إن الله سبحانه وتعالى بهذه الفريضة التي تحتل المرتبة الرابعة في سلسلة تقييم سلسلة فرائضنا الإسلامية من صلاة وصوم وزكاة بعد الشهادتين إلى الحج ومن استطاع إليه سبيلا. فبالتالي فريضة الصيام لا يجب أن تتوقف عند فقط أن نمتنع عن الصوم أو الأكل أو نمتنع عن الشرب وعن الملذات، ولكنه درس وموعظة قوية، أقصد رمضان، لكل الأنفس التي ابتعدت عن طريق الله سبحانه وتعالى. فهذه فرصة لتجديد الإيمان وتجديد الثقة بالله عز وجل، بأنه سبحانه وتعالى بيده صوائر الأمور وبيده كل شيء آت في الأيام المقبلة التي نتمنى من الله عز وجل أن تكون مكللة بأن يرفع الله عنا هذا الوباء. أقول استكمالا لشرح الآية الكريمة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذا شهر الصوم، بل هو شهر القرآن. لماذا أقول شهر القرآن؟ لأنه في علم تنزيل الكتب أن الملائكة أنزلت الكتاب قبل أن ينزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أنزلته عبر ملائكة مسومين، أنزله الله سبحانه وتعالى في السماء الدنيا، وقد دامت الفترة
مدة طويلة حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن في غار حراء. لذلك فهذه الآية الكريمة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان لا يقصد بها إنا أنزلناه في ليلة القدر، ولكن مجازا فإن إنزال ليلة القدر بهذه الصفة أن يتنزل القرآن الكريم في ليلة من أغلى الليالي الدينية والإسلامية على قلوبنا، فهذا دليل على أن مكانة القرآن عند الله سبحانه وتعالى مكانة عظيمة ومتميزة، فيجب أن نتميز نحن المسلمون كتميز هذا القرآن. الله سبحانه وتعالى ميز هذا القرآن وعظمه وبجله بأن أنزله في هذا الشهر الكريم، فبهذه المناسبة يجب أن نتميز نحن أيضا ونسمو ونرتفع إلى قيمة هذا القرآن الكريم. فهذا القرآن هو نبراسنا، وهذا القرآن هو طريقنا إلى الجنة، وهذا القرآن العظيم هو الذي بيده أن يحل كل مشاكلك أخي الكريم، وأن ييسر أمرك أختي الكريمة. حياتنا بدون قرآن لا أعتبرها حياة، وحياتنا بدون تطبيق المنهج القرآني السليم لا أعتبرها تطبيقا لهذا القرآن. فيجب علينا أن نسمو إلى سمو هذا القرآن. القرآن ذكر في كتاب الله عز وجل بصفات عدة، فمرة ذكر بأنه قرآن مجيد في لوح محفوظ، وذكر بأنه قرآن كريم، وذكر صفات عديدة. قيمة القرآن عند الله سبحانه وتعالى أن جعل له هذه المرتبة العليا، فيجب أن نسمو أولا أن نتدبر آيات الله عز وجل، وثانيا بأن نحفظ كتاب الله عز وجل، وثالثا بأن نحكم آيات الله عز وجل في كل صوائر حياتنا. الله سبحانه وتعالى كما قلت لكم ينتظر منا إشارتنا بعد أن أرسل إشارته، فعلينا في هذا الشهر الكريم أن نلتصق بالقرآن، وأن نلتزم بالقرآن، وأن نسمو سمو القرآن، وأن نكون كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نكون قرآنا يمشي فوق هذه الأرض. فيما رواه البخاري ومسلم قالت أمنا عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان قرآنا يمشي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على هذه الأرض. وهذه رسالة عظيمة وقوية من أن القرآن كمنهاج وكأسلوب وكمنهج حياة كان ملتصقا بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي بأخلاقه وبصفاته وبأهدافه وبأوامره وبنواهيه، ولذلك قالت أمنا عائشة: كان قرآنا يمشي. إذن علينا كلنا أن نكون مصاحيف تمشي على وجه هذه الأرض، وتنشر الخير وتنشر العلا
وتنشر القيم الإسلامية السمحة التي جاء بها القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لأنزلنا عليهم بركات من السماء. كم هو حجم التخيل لبركات من السماء؟ هل ينزل علينا الله مطرا، أم ينزل الله علينا نقودا، أم ينزل الله علينا خيرات عدة؟ بل أتوقع أن في علم الله عز وجل لا نعلم ما يتوفر عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله عظيم، وعظمة بركاته التي وعد المؤمنين بأن ينزلها عليهم لا تقل عظمة عن عظمته سبحانه. فكما تخيلنا وحجم ما تخيلنا لا يمكن أن نصل إلى حجم ما يعد الله سبحانه وتعالى عباده الصالحين الذين يتبعون المنهج القرآني السليم ويتبعون ما أمر الله سبحانه وتعالى به عباده، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه. فالقرآن منهاج، والقرآن أسلوب حياة، ويجب أن يجلس كل واحد منا بينه وبين قرارة نفسه ويقرر قرارا حاسما في أن يصبح هذا القرآن هو دليلك وسبيلك ونبراسك إلى الخير وإلى العلا. ولا يجب أن تفوت فرصة رمضان وفرصة أننا نعيش في خضم هذا الوباء الذي شغل الدنيا. لا يمكن إخواني أخواتي أن نفوت الفرصة لنلتصق بالقرآن، لنحفظ القرآن، ولنعيش مع القرآن قصصا عظيمة وقصصا فريدة نسمو بها وتسمو حياتنا. وإن شاء الله سندأب على عدة وقفات إيمانية في هذا الشهر الكريم، رمضان مبارك سعيد. وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يسمو بأخلاقنا إلى العلا وإلى صف ما علا به الأنبياء والصالحون، وحسن أولئك رفيقا. أستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل ما قلناه في ميزان حسناتنا، وأن يثبتنا يوم يغفل عنه عباده، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم افتح لنا فتحا مبينا، يسر أمورنا، ارفع عنا هذا البلاء والوباء، واكشف ما في قلوبنا من هم وغم، واشف كل مريض، وأسعد كل تعيس، وانصر الأمة الإسلامية من مشارق الأرض إلى مغاربها. أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.